الهند مش بلد عادية، الهند اختبار أعصاب. من أول ما تنزل من المطار هتحس إنك دخلت عالم ما بين الماضي والمستقبل. زحمة مش طبيعية، أصوات في كل مكان، ألوان زاهية كده منورة الشارع، ريحة بهارات مالية الجو. فجأة وأنت ماشي تلاقي بقرة في الشارع، بس طبعا اوعى تكلمها ولا تيجي ناحيتها، دي حاجة بالنسبة لهم مقدسة. وفجأة تلاقي نفسك قدام شركة تكنولوجيا بتخدم نص شركات العالم. إزاي بلد فيها تناقضات بالحجم ده قدرت تبقى قوة صاعدة؟ إزاي في ناس بتعشقها وناس تانية تقولك مستحيل أعيش فيها يوم واحد، وأنا من ضمن الناس التانيين؟ في الحلقة دي هخليك تشوف الهند من جوه وانت في بيتك، مدنها العملاقة ومهرجاناتها المجنونة ومسلسلاتها الأوفر اللي نص الشعب المصري بيسمعها، والنصب اللي ممكن يقابلك كسائح من أول ما تنزل من المطار، وحاجات أول مرة تعرفها عن الهند. عايزك تستعد كده وتعمل لايك وسبسكرايب وانزل بالانترو. الامان في الهند مش امان، مش عايزك تخاف، عايزك تترعب. بص، انت اول ما هتنزل من المطار هتلاقي قدامك جيش من سواقين التاكسي، كلهم عايزينك تركب معاهم. انت بالنسبه لهم زبون لقطه، يغلوا بقى عليك السعر 4 أو 5 اضعاف عادي. بس هتلاقي قدام المطار كده بشويه كشك صغير بتدفع بيه حق سعر التاكسي مقدما من قبل ما تركب، عشان محدش يعرف يضحك عليك، ودي حركه حلوه جدا من الدوله. فطبعا سواقين التاكسي هيحاولوا يبعدوك عن الكشك بكل الطرق بقى بتاعتهم. من اول ما تركب معاه هتقول له مثلا وديني فندق كذا، انت مثلا محدد فندق عايز تروح، فيقول لك لا ده الفندق ده قفل، ولع، عملوا فيه حوار ومش اي حاجه. هيقول لك اي حاجه على الفندق، ويقول لك انا عندي فندق كويس تروحه بسعر كويس وناس بتشكر فيه ومش عارف ايه. وهو اصلا بيكون متفق مع صاحب الفندق انه يجيب له زباين وليه نسبه، والفندق اللي انت قايل له عليه شغال زي الفل عادي. شويه ويقول لك في واحد صاحبي فاتح محل هدايا، لو انت اشتريت من عنده حاجه خليه يعمل لك خصم جامد قوي، وهو اصلا مغلى عليك السعر 3 و4 اضعاف عادي برضه. بس اظن يعني الحوارات دي مش تدخل علينا كمصريين. لما يجي يقول لك كده قول له وانتوا رايحين كنا احنا راجعين. ومؤشر السلام العالمي ل 2025 الهند واخده فيه المركز ال 115 من كام دوله بقى؟ من 163 دوله. يعني مش امان. بس اغلب الجرائم اللي ممكن تتعرض لها كسائح مثلا هتبقى سرقه، نصب، وطبعا في جرائم عنف، بس انا بقولك اغلب الجرائم اللي هتتعرض لها. ربنا ما يجيب عنف ولا سرقه ولا نصب ولا الهند خالص. الهند بلد متنوع دينيا بشكل مش طبيعي، ومع ذلك في انسجام رهيب بينهم، ودي حاجه بتخلي الثقافه هناك فريده من نوعها. ونقدر نقول ان على الاقل خالص كده في 9 ديانات اساسيه هناك: الهندوس، بعد كده المسلمين، ثم المسيحيين، ثم البوذيين، ثم السيخيين، وهكذا. في الهند الناس ليها طريقة عبادة مختلفة وغريبة جدا عن أي مكان تاني. ونبدأ بالقرود. في معابد مشهورة للقرود اسمها هانومان. هانو مان، الواحد كده بيهين نفسه، تخيل تبقى راجل بتسجد لقرد، مش عارف. الناس بتروح هناك تأكل القرود وتشربها عشان تتبارك، ده اعتقادهم، لانهم بيقولوا ان الاله بتاعهم كان وش قرد وجسمه جسم انسان. دي نظريه جديده بقى غير داروين خالص. فهم بيهتموا بالقرود وبيقدروها وعاملين لها معابد مخصوص عشان كده. والناس هناك مش بتروح تصلي في معبد القرود ده، لا، يعني هم بيروحوا بيفكروا في ربنا. هم بيقولوا كده بنروح نفكر في ربنا، وبياكلوا بقى القرود ويشربوهم. يعني هي دي حياتهم، دي الديانه اللي ماشيين عليها او المعتقد اللي طالعين عليه. وكمان في معابد للفئران زي معبد كشر في راتشمبر. ولو رحت الهند ما انصحكش تزور المكان ده، عشان هو عادي ينفع السياح يدخلوا عادي. اول ما هتيجي داخل المعبد هيقولك لا، لازم تقلع الكوتشي بتاعك بره، عادي زي اي مكان نحترم، ومكان ديني بالنسبه لهم نحترم عادي. فتقلع الكوتشي وتدخل. هتلاقي في المعبد ده اكتر من 20,000 فار. انا لو لقيت فار بطلع عجبي. بالك لو واحد عنده فوبيا من الفئران ممكن يموت هناك. هتلاقي الفضلات بتاعتهم في كل حته على الارض، مش بينضفوا هناك كتير وكده. فتخيل وانت ده ماشي حافي، فعشان كده بقولك ما تدخلش، لسه اللي جاي. ولما بيدخلوا جوه بياكلوا الفئران عشان يتباركوا، زي ما بياكلوا القرود عشان يتباركوا. وفي زي طبق صغير كده فيه لبن، الفئران بتشرب منه، والبني ادمين او الهندوس بقى بيشربوا معاهم عشان يتباركوا. المعبد ده لو في الصين الناس هتخش تاكل الفئران وتبلع باللبن. وبيقولك بقى لو انت دخلت المعبد وشفت فار ابيض يبقى انت هيحصل لك حاجه حلوه. اما البقره بقى فدي اكتر حاجه مقدسه في الهند. اي بقره هتتولد هناك حظها حلو في الدنيا، امها ده عيالها. بيعبدوا البقر وبيحترموه جدا، لدرجه ان بعض الناس بيسجدوا للبقر في بعض الطقوس الدينيه. وعادي ممكن وانت ماشي تلاقي بقره في الشارع ماشيه، والناس بتحترمها جدا ويوسعوا لها الطريق وياكلوها. ولو البقره قربت منك وانت ماشي في الشارع ما تخافش، هو البقر هناك اليف، يعني مش تعمل لك حاجه.
عشان الناس بيعاملوها حلو، فهي مش شرسه يعني، وبيعاملوا البقره زي امهم. طب بجد هو واحد هندي اللي قال كده؟ انا مجرد ناقل للحدث. كل ده جزء من الثقافه الهنديه اللي مليانه طقوس، وده بيخلي الهند بلد مليانه عادات غريبه ومريبه في نفس الوقت. السياحه في الهند رخيصه. لا دي مش شتيمه، هي بلد رخيصه يعني في الاسعار. الهند تعتبر من ارخص الوجهات السياحيه في العالم، وده سبب رئيسي بيخلي ملايين السياح تزورها كل سنه. الاكل في الشارع هيكلفك مبلغ بسيط جدا، الا بقى لو اتنصب عليك، يعني دي حاجه ترجع لك. والمواصلات العامه رخيصه زي القطر او المترو، والفنادق هناك هتلاقي على حسب السعر اللي انت عايزه. عايز سعر قليل هتلاقي، عايز سعر متوسط هتلاقي، عايز سعر عالي او حاجه توب هتلاقي برضه. اما عن المناطق السياحيه فالهند تعتبر قاره جوه دوله واحده. يعني عندك شمال الهند عندك جبال الهيمالايا ثلج، وفي الوسط صحراء، في الجنوب غابات استوائيه، وعندك جزر، يعني تنوع جغرافي في الهند. فهي تعتبر قاره، هي حتى اسمها شبه القاره الهنديه. الهند موجوده في جنوب اسيا بين باكستان والصين والنيبال وبنجلاديش، وليها سواحل ضخمه على المحيط الهندي، ومساحتها ضخمه جدا. والهند واخده المركز السابع على العالم من حيث المساحه، والمركز الاول في عدد السكان بمليار و450 مليون نسمه. طبعا تخطت الصين في 2023. كنا عاملين حلقه عن الصين هسيبها لكم في الاي اللي فوق لو عايزين تسمعوا. الهند مليانه مدن متنوعه وضخمه، وكل مدينه ليها طابعها الخاص. ونيو دلهي عاصمه الهند، ودي مشهوره بالمباني الحكوميه والمعالم السياحيه الكبيره زي بوابه الهند والقصر الرئاسي، وكمان مترو دلهي اللي من اكتر شبكات النقل المتطوره في اسيا. اما مومباي فهي العاصمه الاقتصاديه وفيها بورصه الهند، وفيها اكبر صناعه سينما في العالم وهي بوليود. المدينه دي فيها تناقض واضح ما بين الاحياء بتاعه الطبقه الغنيه والاحياء العشوائيه زي دارفي. ومدينه بنجلور معروفه بانها عاصمه التكنولوجيا، وفيها الاف من شركات البرمجه والمقرات الرئيسيه لشركات عالميه، وده خلى المدينه دي مليانه شباب وعامل على جذب استثمارات ضخمه. وفي الشمال مدينه اغرى اللي مشهوره بتاج محل، وده واحد من اشهر المعالم السياحيه في العالم ومن عجائب الدنيا السبعه الجديده، وبيزور سنويا من 7 ل 8 مليون سائح. ده غير مدينه جودبور، ودي معروفه بالمدينه الزرقاء بسبب بيوتها لونها ازرق اللي منتشر في المدينه القديمه، وقلعتها الضخمه مهرنجار اللي بتدي احساس كده بالفخامه وسط الصحراء. الاكل في الهند معروفه باكلها اللي مليان بهارات ونكهات قويه. اول حاجه كده السمبوسه، ودي عجينه مقرمشه كده محشيه خضار او لحمه. وعندهم كمان اكله اسمها التندوري، ودي عباره عن فراخ او لحمه بالبهارات الهنديه الحاره، وبتتشوي في فرن طيني اسمه التندور، عشان كده اسمها التندوري. بعدين نيجي للبرياني، ودي عباره عن فراخ او لحمه معاها رز متبل ب7 انواع توابل مختلفه، وطبعا لازم تاتش البهارات الحاره، وده بيخلي طعمها نار على الاخر. واللي ما يعرفش فالهند ليها اسم تاني بهارات، دي بقى باللغه الهنديه على ما اظن يعني. والبرياني كمان انتشرت في السعوديه بسبب التجاره ما بين الهند والخليج. انا لو حد سعودي بيتفرج عليا هيعرف الاكله دي، او لو حد مصري راح السعوديه اكيد يعرف الاكله دي. وكمان المصاله دوسه، ودي عباره عن كريب معمول من عدس او رز وجواها بطاطس على شويه بهارات، وبتتاكل على الفطار مع صوص جوز الهند. الاكل الهندي تجربه مختلفه تماما، كل طبق فيه نكهه مختلفه، بس انصحك ما تجيبش من العربيات اللي في الشارع دي. الثقافه الهنديه تعتبر من اغنى واكتر ثقافات العالم تنوعا، لكن اللي بيجمعهم دايما هو حب الاحتفال. الهند معروفه بمهرجاناتها الضخمه اللي بتحول الشوارع لالوان واصوات ورقص، واشهرهم مهرجان هولي او مهرجان الربيع اللي بيتسمى بمهرجان الالوان، والناس هناك بترمي الوان على بعض في الشوارع احتفالا ببدايه الربيع. المشهد ده بيكون عامل زي لوحه فنيه مفتوحه في الهند كلها. وفي مهرجان ديوالي او عيد الانوار، البيوت كلها بتنور بالشموع والفوانيس والالعاب الناريه، وبيعتبر من اهم المناسبات عند الهندوس. المسلمين الشيعة كمان في الهند عندهم يوم بيضربوا نفسهم بيه بسلاسل بيكون مربوط فيها سكاكين وامواس، بيفضلوا يضربوا نفسهم بيها كنوع من انواع جلد الذات كتعبير عن الحزن، ودي شعائر دينيه عندهم. صناعه السينما في الهند، لما نتكلم عن السينما في الهند لازم نذكر بوليود، وتعتبر القلب النابض لصناعه الافلام في الهند. وبوليود بتنتج في المتوسط في السنه من 900 ل 1200 فيلم، وده رقم ضخم جدا لو احنا قارناها مثلا بهوليود الامريكيه اللي بتنتج من 500 ل 700 فيلم في السنه. بس طبعا ايجاب لجاب، يعني بوليود حاجه وهوليود حاجه تاني. السوق المحلي في الهند مساعد بوليود يعني في الانتاج وكده. وطبعا الافواره في الافلام والمسلسلات الهنديه هو ده اللي مأكلهم عيش، لان لو الافواره دي مش موجوده كان زمان البطل مات من اول حلقه. عقبال ما الطلقه تجيله يلفها كده. يا جدعان بقى احترموا عقول البني ادمين، مش كده. الاي تي في الهند النهارده تعتبر واحده من اقوى دول العالم في مجال تكنولوجيا المعلومات والبرمجه. عندك مدينه زي بنجلور بيسموها سيليكون فالي الهند، لان فيها الاف شركات السوفت وير. الهند بقى عندها ملايين المبرمجين، وبتصدر خدمات برمجيه لكل دول العالم، من برامج على الموبايل لحد انظمه بنكيه معقده. الميزه الكبيره هناك ان تكلفه العماله قليله جدا، اقل من اوروبا وامريكا بكتير، لكن المستوى التقني عالي جدا، وده خلى شركات عالميه تفتح مراكز
مراكز تطوير ضخمه في الهند. غير كده الحكومه دعمت التحول الرقمي بقوه، بقى عندهم نظام الدفع الالكتروني منتشر جدا هناك، والانترنت عندهم هناك رخيص وسريع، وعدد الشركات الناشئه بيزيد كل سنه. عاوزين انترنت غير محدود في مصر. يعني الهند عندها الانترنت انليمتد، واحنا عندنا لسه بنتكلم ان الباقه بتخلص في نص الشهر او في اول 10 ايام. زي ما بنقول برضه مميزات مصر، ولازم نقول شويه حاجات كده واقعين فيها محتاجين نطور نفسنا فيها جامد يعني. والانترنت من اكتر الحاجات اللي مصر محتاجه تطور نفسها فيها. ولو ما تعرفش، فالمدير التنفيذي لشركه جوجل سندر بيتشاي هو هندي اصلا. وجود شخصيه زي دي على شركه من اكبر شركات التكنولوجيا في العالم بيدي صوره قويه عن تاثير العقول الهنديه في التكنولوجيا العالميه. الهند ما بقتش بس بتصدر افلام ومسلسلات وتوابل، لا دي الهند بقت بتصدر عقول. بس طبعا الهند فيها تلوث في كل مكان، حتى الهواء عندهم مش نقي. وفي النهايه الهند دوله مليانه تناقضات وغرابه وجمال في نفس الوقت. هتلاقي مدن ضخمه وتكنولوجيا متقدمه وافلام وموسيقى واسواق مليانه حياه، ومن ناحيه تانية هتلاقي فقر وزحمه وتلوث وعادات غريبه احنا مش متعودين عليها. وعندهم فجوه كبيره في طبقات المجتمع، يا غني قوي يا فقير قوي. الهند تجربه حسيه كامله، كل مدينه في الهند ليها قصه، كل شارع ليه حكايه، وكل طبق اكل ليه نكهه مختلفه عن الطبق التاني. سواء كنت مهتم بالسياحه او بالثقافات او بالديانات او حتى بعالم التكنولوجيا، الهند هتقدم لك كل ده مره واحده. باختصار الهند مش مجرد بلد، الهند عالم كامل ممكن تعيشه وتشوفه بعينك، وده بيخلي السفر هناك مغامره مش هتنساها طول حياتك. وبس كده، ما تنساش تعمل لنا لايك وشير وسبسكرايب، واكتب لنا رايك عن الهند في الكومنتات، واكتب لنا الحلقه الجايه تحب تكون عن انهي دوله. سلام.